وراء كل اللي بيحصل في الشرق الأوسط دلوقتي في حقيقة أساسية، وهي اللي بتفسر ليه الأمور وصلت لكده. وأنا بوصف التطورات الأخيرة في حلقة النهاردة، أنت كمان هتشوفها بوضوح. دلوقتي كل التركيز فعلياً على مضيق هرمز، بس إحنا كمان هناك بشكل مجازي. إحنا بنعدي من ممر ضيق بين اللي اتحقق قبل وقف إطلاق النار وبين اللي لسه بنأمل نحققه. على ناحية في إمكانيات ضخمة اتخلقت بسبب النجاحات العسكرية اللي حصلت في الأسابيع اللي فاتت، وعلى الناحية التانية في واقع الناس اللي بنتعامل معاهم وعدم اليقين من اللي جاي. الوضع ممكن أوصفه بأفضل طريقة بكلام اثنين من المحللين اللي قابلتهم في برنامجي بالعبرية على راديو جالي إسرائيل الأسبوع ده. اتنين من الناس اللي اقتبست كلامهم قبل كده وقابلتهم هنا في البودكاست، والاتنين عندهم وجهات نظر مثيرة للاهتمام رغم إنها متضادة تماماً عن الأحداث اللي بتحصل. الأول هو موشي أشكنازي. موشي بيرسم صورة لنظام في إيران فاضي من جوه، ضعيف، ووقته بيخلص. من وجهة نظره، إيران النهاردة مجرد هيكل فارغ، دولة كان ممكن تبقى قائدة في المنطقة، لكن بدل كده بقت رهينة لنخبة صغيرة وقاسية في بلدها. هو بيوصف شعب حاسس إنه مسجون، بيسمع قادته وهم بيعلنوا النصر في الوقت اللي هم بيكافحوا فيه عشان حاجات أساسية زي المية. هو بيقول إن قيادة النظام الإيراني أضعف من أي وقت فات، وما عندهمش الخبرة ولا السلطة ولا أدوات التخويف اللي كانت عندهم زمان. أشكنازي بيشير للعزلة الاقتصادية وانهيار وكلاء إيران وعدم القدرة على إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، وكمان زيادة الإحباط الداخلي عند الإيرانيين العاديين. هو شايف أن النظام مجروح على كل المستويات، عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن التهديد الحقيقي لبقائه دلوقتي جاي من جوه. كانس الأول فاكر أن النظام ممكن ينهار في خلال 5 سنين، لكن دلوقتي شايف أن المدة ممكن تبقى أقصر بكتير، بس في زاوية تانية، ودي من الدكتور دورون مادزا. هو بيحذر إن الانتصارات التكتيكية مش معناها بالضرورة نجاح استراتيجي. هو بيقارن بالصراعات اللي حصلت قبل كده في غزة، اللي إسرائيل حققت فيها انتصارات تكتيكية واضحة على مدار السنين من خلال استهداف القادة والقصف والسيطرة العملياتية في جولات كتير مع حماس. وبرغم كده لسه واجهنا الكارثة الاستراتيجية بتاعة 7 أكتوبر. هو بيقول إن إيران زي ما حماس عملت قبل كده اتعلمت تستغل نقاط ضعف الغرب. مادز بيوضح 3 نقط رئيسية. أول حاجة الحرب الاقتصادية. إيران اتعلمت تستغل اعتماد الغرب على الاستقرار الاقتصادي كسلاح، وبتخلق مواقف صعبة بتحد من قدرة أمريكا على التصرف. ثاني حاجة فيه فجوة ثقافية. المجتمعات الغربية بتركز على الراحة وجودة الحياة، في حين أن قيادة إيران مستعدة تتحمل الصعاب عشان تحقق أهدافها على المدى الطويل. وثالث حاجة اللي هو بيسميه تردد أمريكا. حتى مع الكلام القوي، واشنطن بتفضل المفاوضات والضغط البحري عن اتخاذ إجراءات عملياتية حاسمة. الدكتور ماتسا بيقول إن التركيز على المكاسب التكتيكية الكمية زي تدمير البنية التحتية مش بيحقق أمان استراتيجي على المدى الطويل، وغالباً بيخلق إحساس زائف بالأمان وبيتجاهل التهديدات النوعية. وبيضيف تحذير صريح: التوقف الحالي ولعبة الانتظار بيدو إيران وقت إنها تعيد تنظيم نفسها وتعيد البناء وتحضر مفاجآتها الخاصة. وبيستنتج إن الأسلوب ده بيؤدي لفشل استراتيجي لما النجاحات التكتيكية السريعة مش بتمنع الضغط الاقتصادي أو بتتعامل مع عزيمة العدو على المدى الطويل وقدرته التشغيلية. فزي ما احنا شايفين، من ناحية موشي أشكنازي بيوصف نظام بينهار من جواه ومعزول وضعيف ووقته بيخلص. بس في زاوية تانية من الدكتور مادزا اللي بيحذر إن إيران عندها تاريخ طويل في امتصاص الضربات واستغلال التردد واستخدام الوقت لصالحها. محللين اثنين وقراءتين مختلفتين تماما لنفس اللحظة، وإحنا في النص بالضبط في المضيق الضيق اللي بينهم، بنحاول نفهم التيار هيسحبنا على فين. لكن فوق كل ده في رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قائد مش بيلعب بالقواعد اللي العالم اتعود يتوقعها من الغرب. محدش عارف ايه الورقة اللي مخبيها في ايده ولا الموضوع ده هيوصل لفين. هو عنده هدف واحد، ايه هو؟ أفضل مصلحة للولايات المتحدة.
قبل ما نكمل عايز أبص بسرعة على الأحداث اللي بتحصل الأسبوع ده مع إيران عشان ده بيدينا سياق مهم للمشكلة اللي لسه كنت بكلم عنها. يوم الأربعاء اتقال إن وقف إطلاق النار ممكن يتم تمديده لأسبوعين كمان. رغم أن المتحدثة باسم البيت الأبيض نفت الكلام ده، باكستان بتحاول بكل جهدها أن وقف إطلاق النار يطول، مع أن إيران ما غيرتش مواقفها. الإيرانيين في البداية قفلوا مضيق هرمز كإجراء تكتيكي علشان يضغطوا اقتصادياً على الولايات المتحدة. ترامب هو سبقهم بخطوة وفرض حصار أمريكي كامل على المضيق، وده خلاها خطوة استراتيجية بتأثر فعلاً على الوضع. خلال الأيام اللي فاتت إيران قدمت مجموعة جديدة من المطالب علشان تدخل في مفاوضات. شروط أغلب الناس شايفينها غير واقعية، منها مطالب هتقلل بشكل كبير من الأنشطة العسكرية الأمريكية والإقليمية. في اجتماع مجلس الأمم المتحدة الأسبوع ده، إيران طلبت بتعويضات من الدول العربية اللي بتقول إنهم هجموها. نبرة المطالب دي بتخلينا نفهم إن طهران بتحاول تظهر إنها قوية رغم ضعفها الحالي، وفي نفس الوقت بتلعب دور الضحية. فين شفنا ده قبل كده؟ وكل ده رغم وقف إطلاق النار، إيران نفذت هجمات ضد دول الخليج العربي وخرقت التفاهمات اللي كانت موجودة قبل كده. الأفعال دي مجرد محاولات من إيران للضغط على الحكومات المجاورة وتوجيه رسالة إنهم لسه عندهم القدرة يعكروا استقرار المنطقة. إيران كمان فرضت قيود جديدة على المرور البحري في مضيق هرمز، وده عمل حالة من عدم اليقين بالنسبة للشحن التجاري، وزود القلق حوالين حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم. الخطوة دي زودت التوتر أكتر في وضع أصلاً متقلب، وخلت الولايات المتحدة تتحرك وتسيطر على المنطقة. دبلوماسياً كان في محادثات في باكستان هدفها البحث عن طرق ممكنة لتهدئة الوضع. محادثات وقف إطلاق النار اللي حصلت الأسبوع ده فشلت. الوفد الأمريكي خرج من الاجتماع وهو محبط، وقال إن إيران مش مرنة ورافضة تتعامل بجدية مع القضايا الأمنية الأساسية. وده مش جديد. انهيار الاجتماع وضح قد إيه الفجوة لسه كبيرة بين الجانبين، ودلوقتي هم راجعين لمحاولة أخيرة في نهاية الأسبوع دي. لما نجمع كل التطورات دي مع بعض بنشوف نظام بيظهر التحدي وبيجرب يختبر الحدود، وفي نفس الوقت بيحاول يوجه السرد حتى وهما بيواجهوا ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. كل ده بيزود إيمانهم إن الوقت في صفهم وإنهم بيتحكموا في مصيرهم. في الوقت اللي العالم كان مركز على المفاوضات مع إيران والأحداث هناك، الوضع مع حزب الله في لبنان استمر يتطور. خلال الأسبوع اللي فات، إسرائيل كثفت ضرباتها على معاقل حزب الله، واستهدفت مراكز القيادة والبنية التحتية للصواريخ ومراكز الدعم اللوجستي. وفي نفس الوقت، العمليات البرية والجوية الإسرائيلية استمرت في دفع قوات حزب الله شمال نهر الليطاني، وخلق منطقة عازلة فعالة زي ما المسؤولين الإسرائيليين بيوصفوها، وده علشان يقللوا التهديد على المجتمعات في شمال إسرائيل. إيران زودت الموضوع تعقيد أكتر بكده. كجزء من شروطها للدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار، طهران طلبت من إسرائيل توقف عملياتها في لبنان، وربطت جبهة حزب الله بالمحادثات الإقليمية الأوسع. ده مجرد محاولة لحماية حزب الله من خسائر أكثر وإعادة فرض النفوذ الإيراني على مسار المفاوضات. رغم كده، إسرائيل وافقت تشارك في محادثات سلام، مش محادثات وقف إطلاق نار، وده فرق كبير مع الحكومة اللبنانية في واشنطن العاصمة. في الجولة الأولى اللي اتعملت الأسبوع ده، سفير إسرائيل في أمريكا ياهيل ليتر كان متفائل جدا. اتكلم عن استعداد لاستكشاف القنوات الدبلوماسية، وقال بالنص إنه الحكومة اللبنانية وضحت جدا إنها مش هتكون تحت احتلال حزب الله تاني، وإنه إيران اتضعفت. حزب الله اتضعف بشكل كبير جدا. ليتر أضاف إن دي فرصة. طيب هنشوف. حماس في نفس الوقت أعلنت تاني إنها مش هتتخلى عن سلاحها. نزع سلاح الجماعة الإرهابية كان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار اللي توقع في أكتوبر، لكن من وقتها حماس قالت أكثر من مرة إنها مش حتسلم سلاحها. الموعد النهائي اللي حدده مجلس السلام اللي عينه ترامب علشان حماس توافق على اقتراح نزع السلاح انتهى. الموعد النهائي كان بيطلب من الجماعة الإرهابية أنها توافق على الخطة قبل نهاية الأسبوع اللي فات. وإزاي الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية ردوا على ده؟ بمزيد من الانتقادات لإسرائيل. عدة دول في الاتحاد الأوروبي طالبت إسرائيل بشكل علني إنها تقلل من عملياتها، وحذروا من زعزعة الاستقرار في المنطقة والمخاوف الإنسانية.
إيطاليا كمان أعلنت وقف التعاون العسكري مع إسرائيل. إزاي هنعيش مع ده؟ الضغط ده وصل لذروته لما فرنسا عرضت تتوسط بين إسرائيل ولبنان، لكن إسرائيل في الآخر رفضت العرض ده وقالت إنها قلقة من الحيادية والفعالية. وكمان في تركيا، مكتب المدعي العام في اسطنبول قدم لائحة اتهام موسعة في نهاية الأسبوع ضد 35 مسؤول إسرائيلي كبير، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب استيلاء البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود اللي كان رايح غزة في أكتوبر اللي فات. المدعين في تركيا بيطالبوا بعقوبات شديدة، منها السجن المؤبد وكمان أحكام طويلة بتتراوح من أكثر من 1100 سنة لحد أكثر من 4500 سنة لقادة إسرائيل. المسؤولين الأتراك كمان صعدوا كلامهم بشكل كبير، ووجهوا تحذيرات قوية ضد تصرفات إسرائيل في لبنان واعتبروها غير مقبولة، وهددوا باستخدام القوة وحتى غزو إسرائيل لو العمليات بتاعتنا استمرت. التصريحات دي زودت طبقة جديدة من التوتر الدبلوماسي على المشهد الإقليمي اللي أصلاً مليان مشاكل. لما نجمع كل ده مع بعض نقدر نشوف الصورة دي. في الوقت اللي إيران بتتحرك دبلوماسياً وعسكرياً، الجبهة الشمالية بقت محور ضغط دولي واستعراض إقليمي، ومصالح متعارضة كلها بتتجمع حوالين مواجهة إسرائيل مع حزب الله. الموضوع فعلاً مضحك لما تفكر في الجهات دي اللي بتحاول تدخل نفسها في العملية، وسجلهم الحقيقي شكله إزاي. أولاً خلينا نبص على باكستان اللي حطت نفسها كوسيط. دي جمهورية إسلامية نووية في صراع بقاله عقود مع الهند اللي هي واحدة من أقرب خلفاء إسرائيل وأمريكا. باكستان هي دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب البنغالي، واللي واضح إن مفيش أي منظمات دولية غير حكومية مهتمة بيها. هم وفروا ملاذ لأسامة بن لادن، وده ما كانش مضايق حد، وكمان بيعانوا في إدارة أزماتهم الداخلية. وبرغم كده الدولة دي بتحاول تتوسط في مفاوضات في واحد من أكثر الصراعات حساسية في الشرق الأوسط. وبعدين تركيا، الدولة اللي بتحتل شمال قبرص، هي بتسيطر على المناطق الكردية بالقوة، ولسه مصممة تنكر الإبادة الجماعية للأرمن اللي ارتكبوها. ودلوقتي هم بيحضروا إسرائيل عن الأخلاق وبيهددونا بالغزو. دي حكومة بتفرض الأسلمة في بلدها وبتتكلم عن حقوق الإنسان برا. النفاق فعلا مذهل. وأخيرا فرنسا، الرئيس ماكرون اصطدم بإسرائيل مرارا وحتى مع الولايات المتحدة، ومع ذلك دلوقتي فرنسا بتطالب بدور مركزي في لبنان. لكن قائد بيفرض حظر على السلاح وبيمنع رحلات الإمدادات العسكرية وبيشجب عمليات إسرائيل بشكل كامل، ما ينفعش يتوقع إنه يستقبل كوسيط محايد. من كام أسبوع بس فرنسا رفضت تسمح لطائرات عسكرية أمريكية شايلة إمدادات لإسرائيل إنها تعبر مجالها الجوي. ده مش تصرف بلد بتحاول تقدم نفسها كوسيط نزيه. وسجل فرنسا في لبنان بيتكلم عن نفسه تحت مراقبة قوات اليونيفيل الفرنسية. ترسانة حزب الله زادت من 15 ألف صاروخ بعد حرب لبنان الثانية لمئات الآلاف النهاردة، بما فيهم الطيارات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، زيادة 10 أضعاف تحت عيون نفس القوة اللي دلوقتي بتطلب تقود المفاوضات. المعلق الإسرائيلي أمير ويتمان كان ليه وجهة نظر مثيرة عن الوضع مع فرنسا. ويتمان بشير أن في العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان أكثر من 250 إرهابي من حزب الله تم القضاء عليهم. ما كانش فيه تقريبا أي مدنيين مش متورطين اتأذوا، ونسبة أعضاء حزب الله بين الضحايا كانت أعلى بكتير من 80%. بكل المعايير العملياتية كانت عملية ناجحة جدا في تقليل الضحايا المدنيين، ومع ذلك كثير من وسائل الإعلام الأوروبية صورت الموضوع كأن إسرائيل هاجمت الأبرياء. ورئيس فرنسا زي ما كتب كرر نفس التصوير ده رغم أنه كان عارف الحقيقة. ويتمنى قال إن ده ما كانش غلط، ده كان تحريف متعمد، وتكرر في وسائل الإعلام الأوروبية الكبيرة. فرنسا كان عندها مهمة واحدة: تبني الثقة. بدل كده منعت الأسلحة الصبح وحرفت أفعال إسرائيل بعد الظهر، وبعدين طلبت تتوسط بالليل. في ناس ممكن تقول، مش أنا طبعا، إن ده مثال واضح على متلازمة الشريك المعنف. وده بيرجعني لكلامي في البداية. المشكلة الأعمق اللي بتربط كل اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي
مناورات إيران، تصعيد حزب الله، النفاق الدبلوماسي من باكستان وتركيا وفرنسا، والضغط اللي جاي من أوروبا. وراء كل ده في حقيقة أساسية عن الغرب النهاردة، ودي حاجة أنا أشرت ليها قبل كده. إسرائيل بتحارب زي أمة اتجرحت في صميمها، أمة شافت آباء وأمهات وأطفال ربع بيتقتلوا، والستات اتعرضوا للاعتداء، وعائلات اتدمرت. وردا على كده، إسرائيل بقت أمة من الأسود، أمة بترعب أعدائها، وجعانة للنصر الحاسم، وفاهم الوضوح الأخلاقي مش كشعار لكن كواقع حقيقي بتعيشه. أمة أعدائها عايشين، وفيه ساعة رملية فوق رأسهم، عشان كل يوم عادي في إسرائيل بيبقى فصل جديد في قصة حرب بتتكتب في الوقت الحقيقي. وإيه هو جوهر القوة دي؟ هو استعدادنا نسيب ورا ظهرنا حياة كاملة، أهلنا، شغلنا، الراحة، ونلبس الزي العسكري ونشيل السلاح ونكون جاهزين نضحي بكل حاجة. هي القدرة أننا نسمي العدو باسمه، ونرجع للمفاهيم الأساسية للدفاع والنصر والتمسك بالأرض وحماية الوطن. هي القدرة أننا نكمل حتى لما الأيام تتحول لأسابيع، والأسابيع لشهور، والشهور لسنين. لما الأطفال بيكبروا أبوهم مش في البيت، ولما الأعمال بتنهار عشان أصحابها في الخدمة، وبرضه بنكمل لقدام لحد ما المهمة تخلص. ده شيء الغرب ما بقاش يفهمه دلوقتي، عشان ما فيش دولة غربية النهاردة مستعدة تبذل المجهود ده أو تقدم التضحيات دي أو تتحمل التكاليف اللي الحرب الحقيقية بتتطلبها. الصراع الحالي مع إيران وضح ده بشكل مؤلم جدا. عقود من الفردية خلقت جيل في الغرب مش قادر أو مش عايز يخدم أو يحارب أو يدافع عن بلده. كتير نسيوا شكل الحرب، ونسيوا إنه العالم مش المكان الآمن والمستقر اللي كانوا متخيلينه وهم بيكبروا. بص على الشباب في أوروبا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واللي كانت زمان بريطانيا العظمى، وكمان أستراليا وكندا. هل حد فعلا يقدر يتخيلهم وهم بيخاطروا بحياتهم في زي عسكري، أو بيشغلوا دبابات، أو بيتدربوا على قتال الشوارع، أو بيجروا على الملاجئ تحت ضرب الصواريخ؟ فجوة واضحة. في الغرب اللي عايش في راحة، الحرب حاجة من الماضي البعيد، حاجة مكانها في كتب التاريخ مش في واقعهم. حتى في أمريكا اللي عندها أقوى جيش متطوعين في العالم، الرئيس لازم دائما يحارب معارك سياسية مع الإعلام والرأي العام، وكل ده عشان يبرر العملية في إيران. الغرب بيحارب بشكل إنساني مش حرب شاملة، وعشان كده الانتصارات بتاخد وقت أطول ب10 مرات، وعشان كده في هدن وفترات توقف وممرات إنسانية. الغرب مش قادر يستحمل الحقيقة. زي ما انت شايف، الموضوع مش عن إيران بس، الموضوع مش عن لبنان بس، الموضوع مش حتى عن إسرائيل بس، الموضوع عن الغرب. والغرب مع كل قوته وكل ثروته وكل مؤسساته برضه بيلاقي صعوبة أنه يدافع عن نفسه. الغرب بيتردد قدام العدوان، وبيشكك في حلفائه، وبيعلم غيره عن الأخلاق، وهو في نفس الوقت بيدعم الدكتاتوريات الفاشلة والبائسة اللي بتسعى علنا إنها تضعفه. المفارقة دي مذهلة. الدول نفسها اللي بتتردد تدافع عن نفسها هي أسرع ناس بتدين اللي بيدافعوا عن نفسهم. وعشان يضيفوا معنى لحياتهم الفاضية، كتير من الناس في الدول الغربية دي بيدوروا على قضايا اجتماعية يتكلموا عنها عشان يبينوا نفسهم. الجو مش بالسوء اللي حذرونا منه، فديكتاتوريي العدالة الاجتماعية الضعاف بيركزوا على إسرائيل. مفيش حاجة بتوضح التناقض ده أكتر من اللي بنشوفه دلوقتي مع قافلة بحرية جديدة رايحة على غزة. قافلة مكونة من نشطاء جايين من بلاد بترفض تواجه التهديدات اللي عندها، وبتخاف من فكرة الحرب، وبتتهرب من تحمل مسؤولية أمنها بنفسها. ومع ذلك بيلاقوا طاقة ملهاش نهاية عشان يعارضوا إسرائيل، وبيدينوا إسرائيل، وبيتحالفوا عن قصد وبحماس مع منظمات بتستغل وبتخدع وبتسخر الخطاب الإنساني كسلاح لمصالحها الخاصة. 39 مركب شايلين أكثر من 300 شخص انطلقوا من برشلونة، ومعاهم مراكب وأشخاص تانيين انضموا للقافلة من موانئ على الطريق. المنظمين بيقولوا إن القافلة متوقع تكبر وتوصل لأكثر من 80 مركب وحوالي 1000 مشارك. قافلة الصمود العالمية جمعت نشطاء وعمال إغاثة وداعمين دوليين
واللي بيقولوا إن هدفهم مش توصيل المساعدات بشكل مباشر، لكن تحدي القيود اللي بيقولوا إنها منعت المنظمات الإنسانية من العمل في غزة. وطبعاً مفهوم ليه هم بيقوموا بالمبادرة دي لما تشوف الظروف اللي أهل غزة بيواجهوها. الجوع زي ما انت شايف في الفيديو ده، والفظائع اللي بيتشاركوها على المواقع، والضغط اللي على الطاقم الطبي. الوضع سيء جدا لدرجة انهم مضطرين يفبركوا احداث. وزي ما انت شايف كله متاح على السوشيال ميديا. العرب مش مخبيين ده، ومع ذلك اللي بيدعوا انهم مع العدالة الاجتماعية لسه بينشروا الكذبة. قافلة السفن في الطريق، وكل التركيز على غزة والمعاناة، وفي نفس الوقت بينكروا حقيقة حياتهم هناك، وده الكذب اليومي المبني على الكذبة التاريخية. دلوقتي أنا مش بنكر إن في مناطق في غزة اتدمرت. ده كان نتيجة ضرورية للحرب دي. إسرائيل كان لازم تفكك البنية التحتية العسكرية لحماس اللي اتبنت على مدار 20 سنة. بنية تحتية اتزرعت عمدا جوا الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والعمارات السكنية. في تقريبا كل بيت فيه وصلة للأنفاق، وفي أوض الأطفال مخازن سلاح. غير نسخ كتاب كفاحي اللي تلاقوا في البيوت دي. إسرائيل اتأكدت إن المدنيين اتنقلوا لمناطق تانية علشان سلامتهم. دي هي الحقيقة على الأرض، بس نشطاء الأسطول عمرهم ما بيتكلموا عن اللي بيحصل فعلا. حماس بالفعل بتعيد بناء البنية التحتية الإرهابية بتاعتها في نفس المناطق اللي المدنيين اتنقلوا ليها. كنت هتفتكر إن لو النشطاء دول فعلا بيهتموا بأهل غزة كانوا هيحذروهم، مش يدافعوا عن إبادة جماعية مزيفة، لكن يهتموا فعلا بالناس دي، يحذروهم من اللي بيحصل لما حماس تستخبى وسط المدنيين، يحذروهم أو حتى يفكروهم إزاي الدورة دي بتنتهي كل مرة. لكن لا، بدل ما يعملوا حاجة ممكن فعلا تنقذ أرواح، بيفضلوا يستعرضوا أخلاقهم من على سطح مركب. لأن مفيش حاجة أساسية اتغيرت. الصراع ده مع العرب هنا عمره ما كان عن الاحتلال، عمره ما كان عن الحدود، عمره ما كان عن الأرض. دايما كان عن حاجة أعمق من كده. الرفض التام من الإسلام لأي ناس بيرفضوا يخضعوا ليهم. كل مفهوم الإسلام هو الغزو وإخضاع غير المؤمنين الكفار. وعلشان كده تاريخيا اضطهدوا كل أقلية وكل جماعة غير إسلامية في الأراضي اللي غزوها خارج شبه الجزيرة العربية. وجود إسرائيل، وكمان أكتر من كده، قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بتتحدى النظرة دي للعالم، بتتناقض معاها وبتنفيها. وعلشان كده اتعملت رواية اتقدمت بطريقة بتجذب الجماهير الغربية اللي ما بقوش فاهمين يعني إيه حرب أو تضحية أو تمن الدفاع عن وطن. والرواية دي دلوقتي بيتم استخدامها علشان يتلاعبوا بيهم. فبتت الأسطول رمز مش للقلق الإنساني، لكن لحيرة الغرب العميقة. الغرب بينسحب من الدفاع عن نفسه، ومع كده بيستنكر بحماس اللي بيدافعوا عن نفسهم. غرب بيتجنب مواجهة التهديدات الحقيقية، ومع كده بيجري ورا الحكايات اللي بتناسب خيالاته الأخلاقية. ولسه الغرب رافض يفهم. على مدار ال30 شهر اللي فاتوا، قضية غزة بقت بوابة وذريعة لمجموعات كبيرة من المهاجرين المسلمين في مدن الغرب ينزلوا شوارعكم. اللي بدأ كمظاهرات عشان غزة في شوارع مدن الغرب اتحول بسرعة لحاجة أوسع بكتير، تجمعات بتركز على الهوية الإسلامية، ودعوات لوحدة الأمة الإسلامية، ونداءات علنية للناس إنها تقوم وتتحرك. الحرب هنا حتنتهي، لكن التعبئة اللي الحركات دي عملتها في عواصم الغرب مش حتختفي بسهولة كده. والسؤال اللي الغرب لازم يسأله لنفسه بسيط: تفتكر الطاقة دي حتتوجه لمين بعد كده؟ أيوة، اليهود دايما حيكونوا الهدف الأول، والتاريخ ورانا ده مرارا وتكرارا. بس ده عمره ما كان الهدف النهائي، دي مجرد البداية. والمواجهة الحقيقية دايما بتكون مع المجتمع الأكبر، مع أي حد مش بيشاركهم أيديولوجيتهم أو نظرتهم للعالم أو إطارهم الديني. هما بيبدأوا مع ناس السبت، لكن حيتحولوا بعد كده للي بيسموهم ناس الأحد. وده معناه إن الهدف الجاي هو غير المؤمن أو الشخص الغريب أو الغربي العلماني اللي فاكر إن التعددية والتسامح قيم عالمية، مش قيم عالمية. والغرب حيتعلم بالطريقة الصعبة.
لمئات السنين تم إيقاف طموحات التوسع الإسلامي في أوروبا بالقوة والجيوش، لكن لما عرفوا أن رغبتهم في الفتوحات العسكرية لأوروبا مش ممكنة، ظهرت استراتيجية مختلفة، ديموغرافية وثقافية وأيديولوجية. ولما الغرب فتح لهم الطريق، بقت الهجرة هي الجبهة الجديدة. وإيمانهم بالفتح الديني عمره ما اختفى، هو بس اتأقلم. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نتيجة عملية طويلة، حركة إسلامية متحفزة وواثقة ونشيطة جوه المجتمعات الغربية. حركة اتعلمت ازاي تستخدم الحريات الغربية عشان تحقق أهداف في الأساس ضد القيم الغربية. ولسه الغرب مش شايف ده، أو الأسوأ شايف ده بس بيختار يتجاهله. عشان بص، اليهود، وبما أننا بنتكلم عن اليهود، الأسبوع ده أحيينا يوم ذكرى الهولوكوست. وكل سنة اليوم ده بيجبرنا نواجه حقيقة مؤلمة. دايما في ناس حتى مننا بينسوا، اللي بيتجاهلوا الدروس اللي مكتوبة في تاريخنا بالدم، اللي لسه مصدقين إن العالم بيطبق نفس القوانين على اليهود زي ما بيطبقها على أي حد تاني. بس كل يوم بنتذكر إن ده مش صحيح. دلوقتي عندنا على تليفوناتنا وتابلتاتنا وشاشات الكمبيوتر بتاعتنا أمثلة يومية على المغالطات والأكاذيب والافتراءات والمبالغات اللي بتتقال علينا، والمتعة اللي أجيال كتير كانوا بياخدوها في إذلالنا. محدش فعلا بيهتم بالضعفاء والمضطهدين، مع إن العالم نادرا ما بيتحرك علشان المظلومين، لكنه دايما بيلاقي طاقة ملهاش نهاية لما يجي يدين اليهود. دايما بيلاقوا طرق جديدة بيضطهدونا بيها. وما تجيش تقولي إنهم واقفين مع الغزاويين أو العرب اللي بيسموا نفسهم فلسطينيين علشان خايفين على الناس الغلابة. دول مش أقليات مضطهدة أو مقهورة، هم جزء من عالم عربي وإسلامي فيه مليار شخص، منتشر على ملايين الأميال، وبدعم موارد مالية ضخمة، وصوتهم عالي في وسائل الإعلام اللي بتمولها نفس المصالح دي. بقوا أداة بتستخدمها قوة هدفها تضعف الغرب وتزعزع استقرار الولايات المتحدة من جواها. وإسرائيل واقفة في طريقهم. إسرائيل قوية وعندها عزيمة وقدرات، وده ما بيتمشيش مع الصورة والرواية اللي بقالها أكثر من 2000 سنة. جربوا كل حاجة علشان يفككوا قدرتنا على الدفاع عن نفسنا. استخدموا القانون الدولي كسلاح، ونظموا حملات تشويه بمساعدة تغطية إعلامية منحازة. بيقدموا الافتراءات على أنها حقائق، وبعد كده بيدوها شرعية عن طريق المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية. ودلوقتي الموضوع زاد سوء بسبب عودة العداء اللاهوتي المسيحي القديم تجاه اليهود، واللي بينتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمنتقدين دول، مجرد وجود عودة لليهود هو تناقض مع معتقداتهم الدينية، وده بيجبرهم يرفضوا شرعية دولة إسرائيل بالكامل. فأقدموا كراهية في العالم بترفع راسها من جديد، لكن بشكل جديد ومغلف ومستخدم تاني علشان التحريض والتعبئة وإشعال الفتن. لأن لسه في ناس مش قادرين يقبلوا إن الشعب اليهودي ما بقاش ضعيف ولا من غير دولة ولا تحت رحمة الآخرين زي زمان. هم جم علينا في 7 أكتوبر واحتفلوا على أساس إن ده هيكون سقوطنا، ده كان المخطط. بس المرة دي اليهود قدروا يدافعوا عن نفسهم. المرة دي الهجوم علينا كان ليه ثمن. بعد ما إسرائيل انسحبت من لبنان سنة 2000، وده كان تنازل تاني عن أراضي على أمل تحقيق السلام، زعيم حزب الله وقتها حسن نصر الله وقف في استاد في بن شبعل وأعلن إن إسرائيل ما هي إلا خيوط عنكبوت ضعيفة وجاهزة للانهيار. منظمته شاركت في الهجوم يوم 7 أكتوبر. حسن نصر الله اللي كان بيتكلم بقوة اتقتل في سبتمبر 2024 على يد سلاح الجو لنفس خيوط العنكبوت دي. والاستاد اللي ألقى فيه الخطاب ده دلوقتي بقى خراب. ده اللي بيحصل للناس اللي لسه فاكرين إن اليهود هم الناس الضعاف العزل اللي كانوا بيعذبوهم زمان. عشان إحنا دلوقتي في بيتنا. أيوة، في الأرض اللي وعدنا بيها من 3000 سنة. أيوة، باقتصاد وقوة وقدرات ما كناش نتخيلوها. وأيوة، بنفوذ إقليمي ودلوقتي كمان عالمي. وبالقدرة والإرادة على القضاء على أي تهديد يواجهنا، مش انتقام، لكن عشان إحنا عارفين بالضبط إيه اللي هيحصل لنا لو ما عملناش كده. فأيوة، اتعود على كده.
اتخطى الموضوع وبعدين خد نفس وافتح الكتاب، مش بس علشان تقراه لكن علشان تسمع. إنك تكون مختار عمرها ما كانت حاجة سهلة، عمرها ما كانت المفروض تكون مريحة، كانت المفروض تحمل رسالة ربنا للعالم، رسالة عن العدالة، رسالة عن الأخلاق وعن كرامة الإنسان، رسالة حملناها لأجيال وغالبا كان ثمنها لا يحتمل، لكننا واصلنا المسير لأننا كنا فاهمين. المسيحيين اللي بياخدوا الكتاب المقدس بجدية غالبا بيحسوا بقرب عميق وصادق من الشعب اليهودي. هم بيعبدوا نفس إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هم بيكرموا كلمته زي ما احنا كمان بنعمل، وكتير منهم مؤمنين بقناعة إنه الوقوف مع إسرائيل والشعب اليهودي وقت الخطر هو أكثر بكتير من مجرد موقف سياسي. دي مسؤولية روحية، وفي لحظات زي دي الرابط ده بيبان وبيبقى حقيقي وليه معنى عميق. زي ما قلت، كل اللي علينا نعمله هو نسمع ونفهم ونصدق. والإيمان ده، الإيمان الهادي العنيد اللي ما بيتكسرش، هو اللي شال شعبنا وعدى بيه تقريبا الأبد. مش الانتصارات على اللي حاولوا يدمرونا، لكن القوة الداخلية اللي رفضت تموت. لما تسمع الناجين من الهولوكوست وهم بيحكوا قصصهم هتلاحظ حاجة مثيرة جدا. تركيزهم مش على الشر اللي اتعمل فيهم، التركيز على صمودهم هم ورفضهم إن الشر يطفيهم. هم بيركزوا على عائلتهم، أولادهم، أحفادهم، ودلوقتي كمان أولاد وأحفادهم اللي بعد 3 أجيال ماليين بيوتهم بالحياة والضحك. هم فخورين بعددهم، لا، مش الرقم اللي النازيين حرقوه على دراعهم، لكن الرقم اللي بينور في قلوبهم مع كل فرع جديد في شجرة العيلة. وهم مزدهرين في أرض اللي من أقل من قرن كانت مجرد حلم في الظلمة. وحتى دلوقتي بعد كل ده لسه في ناس بينكروا ارتباطنا بديننا وتاريخنا وأرضنا. هم بيقولوا إننا مش أحفاد اللي وقفوا عند سيناء، ولا ورثة اللي مشوا على الأرض دي، ولا الناس اللي اسمهم مكتوب على كل حجر في الأرض دي. نفس الأصوات اللي اضطهدتنا عشان إحنا يهود دلوقتي مصممين إننا مش يهود أصلاً. نفس الناس اللي طردونا بسبب هويتنا دلوقتي بينكروا الهوية دي. أول ما نقف بقوة وبطريقة ما هم عندهم حق فعلا، ما نقدرش نلومهم فعلا. إحنا مش اليهود اللي هم فاكرينهم، إحنا مش الناس المشتتين اللي من غير قوة ولا دولة اللي تعودوا يعذبوهم. إحنا الشعب اليهودي زي ما كنا، وإحنا مزدهرين في وطننا، متجذرين، واثقين، أقوياء، مبدعين وموحدين. إحنا مش بس رجعنا لوطننا، إحنا رجعنا لنفسنا كمان. فالاتهامات اللي بيرموها علينا ما هي إلا همسات في الهواء، صدى لعالم ما بقاش موجود، أصوات فاضية من أيام زمان. لأننا هنا إحنا كاملين وإحنا في بيتنا. والأسبوع ده هنحتفل بده ونقدر 78 سنة من الاستقلال، 78 سنة من الرجوع المعجزي لأرضنا القديمة، حدث ملوش مثيل في تاريخ البشرية. وده حصل بس لأننا دايما كنا وهنفضل نؤمن. عم إسرائيل حي. أنا دانيال سيامان، شكرا لكم، وتابعوني تاني هنا في برنامج ستريت أب من استوديوهات JNS TV في القدس، إسرائيل.